15 سنة موظف و15 سنة دخل ثابت و15 سنة معاناة مع الفواتير يلي أعلى من الدخل الشهري. هذا الشخص عايش بأوروبا وقرر قرار واحد بعد معلومة عرفها وصدمته. قرر انه يبدأ بالسوشيال ميديا وقرر يبدأ بالعمل اونلاين. بتعرفوا شو هي المعلومة اللي سمعها؟ سمع انه حجم السوق العالمي بالتجارة الإلكترونية لسنة 2025 تجاوز ال6 تريليون دولار بس بسنة واحدة. طبعا هذا السوق العالمي. لما سمع هي المعلومة اللي صدمته قال أنا والله متمسك بالوظيفة، عم أقول أنا عندي وظيفة، في ناس عم يعانوا ما عندهم وظايف، أنا قاعد عم بشتغل. بس ما ترك الوظيفة لأنه بيعرف أنه أنا فايت أسس بالأونلاين، أنا ما رح طلع مصاري بسرعة، أنا فايت لأتعلم مهارة جديدة. بخبركم أنه أنا واحدة من الناس يلي فتت لهذا السوق قبل 5 سنين ونص، بالوقت يلي ما كان حدا يآمن بشي اسمه عمل أونلاين، بس دخلت فيه بدون خبرة وتعلمت كل شي من الصفر، وعادي أسست وتعلمت خطوة بخطوة وصار عندي دخل إضافي وشوي شوي وقدرت أوصل لدخل كتير حلو. فأي حدا بيناتكم فعليا حابب يكون بقلب هذا السوق، عادي فيكم تكتبوا لي كلمة مهتم بالتعليقات.